في مرج مشمس تجلس الأم خنزير بين خنازيرها المرحى، بيرسي وبيبا وبيتر، وخطومهم ترتعش من الفضول. بصوت لطيف ولكنه حازم تعلن الأم الخنزيرة: حان الوقت لتخرجوا وتبنوا منازلكم الخاصة. الخنازير الثلاثة بأعين واسعة مليئة بالترقب تبادل النظرات المتحمسة، أرواحهم الشابة تتوق إلى المغامرة. مدعين أمهم، ينطلق بيرسي وبيبا وبيتر في رحلاتهم المنفصلة، حيث تثير حوافرهم الصغيرة الغبار في ضوء الشمس الذهبي. بذيولهم المجعدة تتمايل بفرح لا حدود له. يغامر الخنازير الثلاثة الصغيرة في المجهول الشاسع، وهم على استعداد لإحداث بصمتهم في العالم. في منزل بيتر المتين المصنوع من الطوب يصل الذئب الشرير الكبير، وعيناه تشتعلان بالنية الشريرة وهو يحدق في الخنازير الثلاثة الصغيرة بالداخل. صوت الذئب المهدد يكسر الهدوء: أيها الخنازير الصغيرة، أيها الخنازير الصغيرة، دعوني أدخل. الذئب مهزوما، خطته الشريرة أحبطت. يرى المدخنة. يفكر: سأذهب إلى أسفل المدخنة. بصوت عويل من الألم يهرب الذئب الشرير الكبير المحترق، وتحولت أحلامه في تناول عشاء من لحم الخنزير إلى كابوس من الماء المغلي. وتراجع سريع.